الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى في المدة التي أعالج هنا في ألمانيا أن أقيم عدة محاضرات في أماكن شتى ندعو إلى دين الله الحق سبحانه وتعالى وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعوكم إلى الحفاظ على الهوية، لأنني ألاحظ بكل أسف أن اللغة العربية تتفلت من أبناء المسلمين. أنت أتيت إلى هذه البلاد رجلا عربيا ناطقا بالعربية، تقرأ بالعربية وتفهم القرآن والسنة، تقرأ القرآن بلا واسطة، تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. أبناؤك بدأوا يتفلتون من العربية قليلا، أبناؤهم ربما لا يعرفون العربية إطلاقا، فأنت بهذه الصورة بكل أسف جنيت على ذريتك إلى يوم القيامة. وأي جناية أعظم من أن تحول بينهم وبين كتاب الله عز وجل وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتصور أن يكون رجل عربي لا يعرف ابنه كلمة من العربية ولا يعرف أن يقرأ حرفا من كتاب الله عز وجل، الكتاب الوحيد صحيح النسبة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا نستطيع قراءتها فضلا عن فهمها؟ أرجو أن يتنبه إخواننا هذه الحقيقة، التخاطب في البيت لا يكون إلا بالعربية، التخاطب في البيت لا يكون إلا بالعربية، لأن اللغة العربية هي اللغة التي تحفظ الهوية، هي الوعاء الذي يستطيع المرء من خلاله أن يفهم كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لماذا أتيت لهذه البلاد أول مرة؟ أتيت لتطلب المال أو لتطلب العلم الدنيوي أو فرارا من الذل في بلدك أو أنك لا تجد عملا. هذه كانت أمنية عندما أتيت إلى هذه البلاد، فليست هناك أمنية إلا يعقبها سؤال: ثم ماذا؟ تريد مثلا أنك أنت تحضر ماجستير في العلم الفلاني، ثم ماذا؟ وبعدين نحضر الدكتوراه، ثم ماذا؟ وبعدين أبقى مدير المؤسسة، ثم ماذا؟ وبعدين أبقى مدير الإدارات بالكامل، ثم ماذا؟ فلا تذكر أمنية تترقى بها إلا قلت لك ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لا بد أن تجيب الجواب الأخير: ثم أموت. بعد ثم أموت هل انتهى هذا السؤال ثم ماذا؟ أبدا. يخطئ كثير من الناس إذا مات إنسان يقولون ذهب إلى مثواه الأخير. مش احنا بنقول كده؟ ذهب إلى مثواه الأخير. الكلام ده غلط، ليس هذا هو المثوى الأخير. ثم ماذا؟ ثم أموت. ثم ماذا؟ ثم البرزخ. ثم ماذا؟ ثم أبعث. ثم ماذا؟ إلى جنة أو إلى نار. بعد الجنة أو النار ينقصع هذا السؤال: ثم ماذا؟ إذن ثم ماذا؟ سؤال يلاحقك في كل أمنية تتمناها حتى تدخل الجنة إن شاء الله عز وجل، وإن كفر كافر فمثواه النار. فهذه وصيتي لكم. أنا بقدر ما أنا سعيد أنني التقيت بكم، وبقدر ما أنا سعيد أيضا أن الله عز وجل أجرى الخير على يد إخواننا وأسلم رجل وأسلمت امرأة في هذا المجلس، بقدر ما أنا حزين فعلا على ضياع الهوية العربية. أنتم ما أتيتم إلى هنا لتعملوا كترس في مكنة ولا لتعملوا خداما. الذين فتحوا بلاد الأعاجم قديما هم تجار المسلمين، ما كانوا يذهبون للتجارة فقط،
إنما كانوا يذهبون في المقام الأول للدعوة إلى دين الإسلام ويتاجر. فالذين انطلقوا من بلادهم وأتوا إلى هنا، هل أتوا لدعوة هؤلاء إلى دين الله الحق سبحانه وتعالى، ومن ثم عايز يحضر دكتوراه، عايز يحضر ماجستير، عايز يبقى تاجر، عايز إلى آخره؟ بكل أسف هناك نوع من انقلاب المعايير، وربما التزم كثير من الناس هنا، يعني في بلده لم يكن يعرف شيئا عن دينه ثم التزم هنا، وهؤلاء كثيرون. فالذي أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة الكرام أن تحافظوا على هويتكم، لا تذوبوا مع غيركم. المسلم الحقيقي لا يقبل الذوبان لأن عنده أنفة. ارفع رأسك فإنك مسلم. لا يغرنك تخلف ديار المسلمين الآن. الحضارة ليست لا تقدم ولا في الصناعة ولا في الزراعة ولا في التجارة، الحضارة أخلاق. حضارة أخلاق، لا يسود الناس إلا بالأخلاق. في رجل في الغرب كل ثروته كتبها لكلب، وأنتم تعرفون هذا أكثر مني، إنه ممكن يكتب ثروته بالملايين لكلب. ألم يجد هذا الرجل لا أبا ولا أما ولا أخا ولا ولدا ولا جارا ولا صديقا ولا إنسانا يستحق أن يترك له هذا المال حتى يكتبه لكلب؟ نعم، لأنه لم يرى الوفاء إلا مع الكلب فقط. لم يرى الوفاء لا مع أبيه ولا مع أمه ولا مع أخيه ولا أخته ولا جاره ولا عمه ولا خاله، ما رأى الوفاء مع أحد. فكيف إذا نظر إنسان إلى الدنيا كلها فلم يجد فيها إلا الكلب الذي يستحق ثروته؟ أهذا يستحق الحياة؟ أهذه يمكن أن يقال عنها أنها حياة؟ أرحام تدفع وأرض تبلع. لذلك أنا أقول لإخواني هنا الذين عاشوا هنا، لابد أن تحافظوا على هويتكم، ولا تنسى إطلاقا أنك ميت، وأن المساءلة بين يدي الله عز وجل فردية يوم القيامة. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولعل الله عز وجل أن يجمعني بكم في لقاء آخر قريبا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هتقول لهم الكلام؟ لا إن شاء الله.